قول لي بروتوكول كده يا دكتور لعلاج الحفر، لو اتكلمنا على الحفر. جميل. طيب. خطوات البروتوكول ايه؟ خطوات البروتوكول، انا دايما يمكن وناس كتير اللي تابعوا معايا عارفين ان انا الجلسه المفضله ليا يمكن في الحفر او الاتروفيك سكارز هي اول حاجه قبل الليزر كمان السبسجن. يعني ايه سبسجن؟ تسليك الندبات او تسليك الالياف، ودي يمكن للاسف مهمله من بعض الناس او مش ناس كتير ما تعرفهاش، بس هي من اكتر الحاجات اللي بتفرق معايا في النتيجه بتاعتي. بس حضرتك بتسلك واكيد بتحط حاجه مع التسليك، صح؟ اكيد طبعا. احنا بنعمل حاجات كتيره جدا جدا. من اكتر الحاجات اللي انا بحبها يمكن مع بعد تسليك الالياف ان احنا نحقن ماده فيها هايلورونيك اسيد، سكين بوسترز، زي وده استخدام بقى جديد خالص او مختلف تماما. صحيح. مش ناس كتير برضو تعرفوا اللي هو السكين بوسترز، حاجه زي الRRS هايليفت مثلا، حاجه بستخدمها بحقنها اللي هو الناس كلها بتحقنها ابر نضاره. أيوة. لا انا هنا بستخدمها علاجيه، بستخدمها ان انا بعد ما عملت التسليك للالياف الالياف دي عامله زي الليفه بالظبط، بقطع الالياف دي وعايز احط حاجه تمنع او تقلل ريسك ان هم يرجعوا يقفلوا تاني، لان في بروبابيلتي ان هم بيرجعوا يقفلوا تاني طبعا بعد ما عملنا التسليك. فبتسلك الاول تفك بنعمل التشابك. التسليك ده بكانيولا، وطبعا تحت تاثير البنج موضعي، وبنج كمان بيبقى محقون عشان الجلسه تبقى يعني لذيذه مريحة جدا بالنسبه للبيشنت. وبعد كده بنعمل الحقن في الاخر في نفس الجلسه يا دكتور. في نفس الجلسه. تمام. في نفس الجلسه بشوف نتيجه بعد اسبوعين ل3 اسابيع، بلاقي ان البيشنت لا مبسوطه، حاسه ان الحفر عليت سنه، ما قلت وجودها شويه. طب حضرتك بتعمل الRRS هايليفت مع التسليك بس، ولا ممكن تحقنه عموما بعد في الجلسات اللي وراها اللي ما فيش تسليك؟ لا، مع الناس اللي عندهم اثار. لو عندي حفر انا بحتاج ان انا اعمل القصه دي كذا مره، تسليك كذا مره. وكل مره بنحقن معاها حاجه زي الRRS هايليفت، بتبقى لطيفه جدا جدا لغايه لما بحس ان انا الجلسات السبسجن والسكين بوسترز جابت الماكسيمم بتاعي في البنفيت، بروح على اللي بعدها.